السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض النهارده الدرس الثامن من دروس الارشيكاد الاحترافي. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده على الروف، هنتكلم النهارده عن الاستير وازاي ان انا اعمل استير في المشروع. هخش على الفيرست فلور، شيفت واف 2 من الكيبورد عشان اخش على طول على الفيرست فلور. عشان اعمل استير هدوس على استير تول، دبل كليك على استير تول او هدوس على استير، وبعد كده كنترول وتي من الكيبورد عشان افتح الجزء الخاص بالسيتنجز الخاصة بالاستير. طبعا عندي الاستير طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده او زي ما اتكلمت في كذا بروجكت، بيكون من كذا بانل او بيكون من كذا تاب ممكن تعدل فيهم. طبعا الاستير عندك هنا في استراكشر، ده الاستراكشر بتاع الاستير، ده بتاع الفلايت. تمام، كل الاعداد دي او كل الاجزاء الداخليه دي بقى مهمه جدا جدا في الاستير لو احنا عاوزين ان شاء الله نعمل استير. عندنا هنا في الجيومتري اند بوزيشننج، ده كده الجزء الخاص بالاستير. هنا بيقول لي التوب لاين او الدور اللي هيبقى منه واليه السلم. هنا الجراوند فلو هيبدا من الدور الارضي وهينتهي عند الدور الاول. هنا مكتوب 100، طبعا انا هخليها هنا صفر، انا مش عاوزها 100، انا عاوزها صفر. دبل كليك تاني. طبعا هيبدا السلم من تحت خالص من الصفر وهيطلع خالص برضه للصفر. انا مش عاوز يبقى فيه اي اجزاء علويه وسفليه. هنا العرض بتاع السلم هنا 1000 مللي يعني متر، انا عاوزه بس 600. هنا عدد الدرجات هنا 20. طبعا عدد الدرجات طبعا بيختلف حسب الويتس بتاع اللي هو القايمه والنايمه. طبعا ده الشكل بتاع السلم. عندي هنا اوتوماتيك لاندنج، هنا الويندوز ايكوال لانجتس، وهنا ويندوز ايكوال جوينتس. خلاص. هنا عندي طبعا مكتوب هنا الجزء ده لو انا عايز اقف عليه النمبر اوف ويز او عدد درجات السلم. هنا 16 طبعا عشان خاطر الارتفاع طبعا عندي هنا 3 متر 74، فمديني هنا 19 اللي هو النمبر. لو انا زودتهم خليتهم 20 بيزود القيمه بتاعت النايمه. نفس الكلام لو خليتهم 21 هنا هتشوفوا طبعا ان هنا القيمه بتزيد بتاعت النايمه. 22 نفس الكلام، 23 اهي. فطبعا ده ارتفاع القايمه هنا 116.30 سم او 163 مللي. فانا كل ما ازود عدد درجات معاك لحد 24 درجه، وارتفاع النايمه بتاعتك او ارتفاع القايمه بتاعتك او الرايزر هايت هي 15 سم و6 من 10. ده كده السلم بتاعي. هنا العرض بتاع السلم زي ما اتكلمنا، هنا عدد درجات، هنا ارتفاع القايمه او الرايزر هايت. هنا بيقول لي مكتوب الفليكسبل جوينج ديبس او الفليكسبل جوينج ديبس، الاثنين مع بعض، لا اما هنا اللي هي العاديه لا اما اللوكت. هنا الستريت رايزر، هنا السلانتد رايزر بالدرجه 75 درجه. هنا الشكل زي ما اتكلمنا لا اما ويندر لا اما العادي الاوتوماتيك لا اما كل الكلام ده. البيز لاين او الخط اللي هبدا منه ارسم السلم من هنا او من النص او من شمال السلم. ولو عايز احط بيز لاين اوفست فممكن يحط لي بيز لاين اوفست من عندي. كده خلصت الجيومتري اند بوزيشننج. هخش بعد كده على رول اند ستاندنج. هنا الرايزر هايت ارتفاع الرايزر او ارتفاع اللي هو الجزء الخاص بالقايمه. هنا مكتوب مينيمم 15 سم وماكسيموم 20 سم. دي الاجزاء الخاصه بالرايزر. طبعا دي السويتس انت طبعا ممكن طبعا هنا تعمل تشيك اون وتشيك اوف وتحط القيمه اللي انت حاببها في السلم. نفس الكلام هنا الووكينج لاين كالكوليشن، ده كالكوليشن. هنا الميثود، وهنا الهيد روم هايت الارتفاع الكلي. ده كده رولز اند ستاندرد. بعد كده عندنا كلاسيفيكيشن اند بروبرتيز، نفس الكلام. هخش بقى كده على الاستراكشر بتاع السلم. ولو دخلت على الاستراكشر بتاع السلم وضغطت على السلم ده هيبدا يخش لي على الاستراكشر بتاع السلم، وشكل السلم هيكون معايا متوفي زي ما انتم شايفين معايا. ده كده الاستراكشر بتاع السلم وشكله في ال 3 دي، وبرده عندي الاستراكشر بتاعه وشكله في ال 2 دي. لو انا عاوز طبعا اشوفه في ال 2 دي او انا عايز ان انا اشوفه في ال 2 دي، نفس الكلام طبعا هيكون مختلف عندي في ال 3 دي. بعد كده الشكل بتاعه او الفلايت ستراكشر، لا اما يكون شكله كده لا اما يكون بيم لا اما يكون كانتفلايزر لا اما يكون سترينجرز اونلي. كل الكلام ده مهم جدا. بعد كده عندي السترينجر، هنا سترينجر اون وسترينجر اوف زي ما انتم شايفين معايا. هنا لو انا عاوز اعمل سترينجر يمين وشمال. بعد كده عندي اللاندنج ستراكشر. اللاندنج ستراكشر الموجود عندي او القايمه هيكون عندي هنا بالشكل ده. طبعا عندي كذا حاجه ممكن طبعا ان انا ابدا اشتغل عليها. ده كده الاستراكشر اهو. خلاص نخش بعد كده يعني طبعا ممكن طبعا تشتغل او ممكن طبعا تعمل الحاجات دي زي ما انت حاببها وتظبط طبعا معاك عندك. يعني ضغطت على كلمه اوكي عشان خاطر ان انا اعمل تشيك على الاعداد دي.
هخش بعد كده على الفلايتنج. هنا الجزء الخاص بالفلايتنج، الجزء ده بيقول لي ان هو هيبقى 20 سم، اللي هو السموث باتم ايكون 20 سم. ممكن تختار طبعا كذا حاجه من الفلايت. عندنا الاستراكشر شيب الفلات، عندنا الستيب، عندنا الفايبر 6، وعندنا الفيلد، الحاجات اللي انت ممكن تحطها. وهنا عندي الجزئيه دي اللي هي اللي ماسكه القاعده بتاعه السلم لحد الجزء بتاع القايمه والنايمه 200 مللي يعني 20 سم. بعد كده عندي اللاندنج، لو انا عايز اظبط اللاندنج دي اللي هي النايمه. زي ما اتكلمنا هنا عن النايمه، هي 15 سنتي، وده شكلها في ال 2 دي. لو انت عاوز تغير في شكلها، هنا برضو نفس الكلام في الدريننج. هنا في الكلاسيفيكيشنز اند بروبرتيز، الحاجات دي مش معانا. نتكلم على الفينش بتاع السلم، شكل الفينش بتاع السلم. لو ضغطت على الفينش بتاع السلم عندي هنا، ده كده شكل الفينش بتاع السلم. هنا الثريد ورايزر، الثريد اللي هي النايمه، الرايزر اللي هي القايمه. اوكي، ممكن طبعا نخش في تعديله ونبدا ان شاء الله نقفل زي ما ماشيين مع بعض هنا القايمه والنايمه مع بعض. لو دخلت على الثريد، ده كده الجزء الخاص بالثريد او النايمه. طبعا النايمه يا جماعه برضو ليها شويه بوزيشننج او ليها شويه اعداد تبقى حلوه جدا جدا. انا عندي هنا الجزء الخاص بنويزنج شيب، اللي هو الجزء الخاص بالنويز او الانف بتاعت النايمه. ممكن تختار الجزئيه دي، ممكن تختار الجزئيه دي. طبعا كل حاجه بتختلف في الانف بتاعت النايمه اللي هي موجوده بتاعت السلم. خلاص، دي كده النويزنج. بعد كده عندنا رايزد شيب او رايزد سترايب. انا مش ما عنديش رايزد سترايب. عندي بعد كده الميل دويسس، عندي بعد كده النون سليب اكسسوارز. كل حاجه بتبقى معاها الصوره بتاعتها والحاجه اللي انت بتشتغل عليها. عندي بقى البرزنتيشنز، اللي هو شكل السلم في ال 3 دي وشكله في ال 2 دي. ده دي حاجات بتبقى يعني جايه مع مع السلم، وممكن تبدا تشتغل عليه. عندي بعد كده هنا حاجه مهمه جدا جدا، ارتفاع الخاص بالنايمه هو 25 يعني 2.5، اللي هو السكنس بتاعتها او السكنس بتاع النايمه. وعندي هنا الجاب اللي هي ما بين النايمه اللي هي بتحط فيها المونه 10 مللي او سنتي. نفس الكلام هنا برضو الانف هنا 1.5 سنتي 15 مللي، ودي 2.5 سنتي يعني 25 مللي. بعد كده عندي وايزر او القايمه، دي كده اللي هي وايزر او القايمه برضو ليها اختلافات معينه. عندي هنا الجزء الخاص بالسكنس بتاع الوايزر او القايمه، السكنس بتاعتها في 10 مللي لسنتي، او عندي برضو 20 مللي. الوايزر جاب برضو الحته بتاعت الوايزر جاب اللي اتكلمنا عليها قبل كده. وفي طبعا شويه اعدادات ممكن طبعا تزودهم عندك في القايمه اللي انت بتبدا تشتغل عليها. طبعا هنا طبعا لو ضغطت طبعا على الجزئيه دي، فانت ممكن تشوف يمين شمال على الجزء الخاص بالسلم. لو ضغطت بعد كده على الفلور بلان ديسبلاي، ده كده الشكل السلم في الفلور بلان هيكون بالشكل ده. طبعا في اشكال معينه في الفلور بلان. لو انت ضغطت هنا طبعا هيبقى ظاهر عندي هنا. يبقى ده كده في الاشكال اللي هي العلويه، الاباف ريفلنت ستور. يعني انا مثلا عامل سلم في الدور الارضي، في الدور الاول هيكون بالشكل ده. طب في الدور الارضي هيبقى عامل ازاي؟ هيكون في الكات الخاص بهذا الشكل. تمام، ده طبعا حاجات مهمه جدا. وطبعا هيبقى طبعا كل الكلام ده شامل وموجود معايا في الكورس، عشان خاطر ان انا ابدا ان انا اوصله بعد كده للكميات الداخليه والخارجيه، وبعد كده اشتغل عليه مع بعض. خلاص، فده كده الكورس اللي هيكون معانا متوفر. وطبعا هيكون معانا برضو السلم الداخلي والخارجي زي ما اتكلمنا قبل كده واتعاملنا في الاشكال بتاعتنا. ريفلكتد سيلينج بلان او ريفلكتد سيلينج بلان ديسبلاي، اللي هو الشكل بتاعي ريفلكتد. لو ضغطت عليه دبل كليك، بعد كده ضغطت على الجريد اند انستراكشن، هنا ده الجزء الخاص بالسيلينج بلان ديسبلاي او شكل المستطيل اللي هو ماسك السلم. عندي البريك مارك. كل الحاجات دي يا جماعه اعداد ممكن نشوفها مع بعض ان شاء الله، ونزل حديثه في برنامج الارشيكاد عشان تفيد المهندسين اللي عايزين يشتغلوا على برنامج الارشيكاد. بعد كده الووكينج لاين، اللي هو الخط اللي هو فيه سهم، ده اللي هو اسمه ووكينج لاين، ممكن تعدل عليه. اللي بعد كده الديسكريبشن او الكلام المكتوب عندك هنا، او الجزء الخاص بالكلام المكتوب عندك في الديسكريبشن. الحاجات دي طبعا مهمه جدا جدا، وبتظهر عندك في الاجزاء الخاصه بالسلم، زي السلم ده كام في كام، والنايمه كام، والقايمه كام. خلاص، كل الكلام مهم جدا جدا. طبعا احنا دلوقتي خلاص الاستير كده الحمد لله عملناها، والحمد لله قفلنا الجزء او خصائص الاستير اللي احنا عايزين نشتغل عليها، او الخصائص الاستير اللي احنا عايزين نشتغل عليها. عندي هنا في الستار دي، عندي لو ضغطت على الستار دي او الجزء الستار دي، هنا مكتوب كلمه فيفوريت. فيفوريت يعني عايز اضيفها في الفيفوريت، عايز اضيف السلم ده في الفيفوريت، او اكتب سلم مثلا على سبيل المثال استير على سبيل المثال، او ستير 1، وادوس على كلمه اوكي، فيضيف لي السلم اللي انا عملته ده
في الفيفوريت. فاجي بعد كده ان انا ابدا ان انا ان شاء الله اخش على الفيفوريت مباشره واختار السلم. طبعا الكلام ده بينطبق مع الوول، بينطبق مع السلابس، بينطبق مع الروفس. اي حاجه انت بتشتغل عليها ممكن تحطها داخل الفيفوريت، ولو حطيتها داخل الفيفوريت بتبقى حاجه كويسه جدا انك ممكن بعد كده تستخدمها مباشره لو انت حطيتها داخل الفيفوريت. اتمنى ان شاء الله باذن الله يكون السهل او يكون الكورس ان شاء الله سهل جدا جدا باذن الله. وطبعا باذن الله ان شاء الله اي حاجه في البرنامج هتبقى سهله جدا جدا ان احنا ممكن ان شاء الله نضيفها وندوس كلمه ابلاي عشان نضيفها داخل الفيفوريت. تمام، اوكي. هدوس على كلمه اوكي عشان خاطر اسيف او اعمل سيفنج للاعدادات الخاصه بتاعتي.